السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كترحب بكم قناة مطبخ أم يمينة. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كيكة بحجم عائلي، غير بجوج بيضات وبلا ياغورت وبلا اللبن، وبمكونات جد بسيطة. مكوناتها موجودين في أي دار. الأهم حاجة كتجي خفيفة كالريشة ومهوية ورطبة وشاربة صوص شيكولا، كتجي كتذوب في الفم. غادي ندوزو المقادير وطريقة التحضير. عندي هنايا زوج ديال البيضات، يكون الحجم ديالهم كبير. الا كان عندك البيض الحجم صغير ضيفي 3 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ. وغادي نزيد عليهم كاس قل ربع ديال سنيدة او سكر حبيبات، ونخلط غير بالخلاط اليدوي مزيان. غادي نخلط مزيان كما كتشوفوا حتى كيتضاعف الحجم ديالو. صافي كما كتشوفوا خلطته مزيان على ما دابت لي ديك سنيده وضاعف الحجم ديال البيض. وغادي نزيد كاس ما عامرش مزيان ديال الزيت، قل واحد الصبع وصافي، كما ملي كنعمروا اتاي وصافي. وغادي نخلط شويه ونزيد عليه كاس ديال الحليب، يكون حراره المطبخ، ما يكونش البنات بارد. العبار باش عبرنا الزيت غادي تعبروا الحليب. صافي هنا غادي نزيد قرصه ديال الملحه بطبيعه الحال. وغادي نزيد هنايا 3 ديال الكيسان ديال الطحين يكونوا مغربلين. غادي نضيف الكاس الاول مغربل، وغادي نضيف هنايا جوج ديال الاكياس ديال الخميره ديال الحلوى من فئه 7 غرام في كل وحده، والمجموع ديال جوج اكياس 14 غرام في جوج بهم. صافي الخليط ديالنا غادي ندخلو فيه 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. كما قلت لكم غادي يبان لكم القوام جا قاصح شويه، ولكن ما تخافوش، ما غاديش تجيكم معجنه ولا مدقصه، بالعكس كتجي اسفنجيه رطبه وخفيفه بزاف. فلا جربتوها راه اكيد غادي تعجبكم بزاف. صافي غادي نبقى ندخل الدقيق مزيان مزيان باش ما يبقاليش هكا مكور في الطحين، يعني الطحين مكور في الخليط. صافي غادي نضيف هنايا جوج معالق كبار ديال الخل، هو اللي كيخلي الكيكه كتجي مهويه من الداخل ومفشفشه. ونبقى نخلط مزيان باش ما يبقاوليش الكواور ديال الدقيق. وصافي غادي ندوزو هنايا مباشره نشعل الفران ونقصلو النار تكون اقل من المتوسطه. وغادي ندهن هنايا الصفيحه عفوا بشويه ديال الزبده، ونرشها بشويه ديال الدقيق، ونفض هذاك الدقيق اللي عندي زايد في اللاطه. وكنرفع يدي للفوق وكنكب الخليط، ونبقى نوزع كامل الخليط على الجناب حتى كنشوف الجناب ديالي كاملين متساويين. صافي غادي ندخل الفران اللاطه، وما كتاخدش طياب بزاف، راها في الساع كطيب. صافي هنا غادي نحتاج كاسرونه، غادي نضيف فيها كاس ونص ديال الحليب، الكاس شويه يعني وافي ماشي كاس صغير. هنايا عندي نص كاس صغير ديال السكر سنيده، ما يعادل 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده. عندي جوج معالق ديال الدقيق، جوج معالق ديال الكاكاو المر. صافي غادي نخلطو مزيان وغادي نحطو فوق البوطه حتى كنشوف الخليط ديالي كيبدا يعقد، يعني كيتقال هذا الخليط هذا. صافي وغادي نحطو من فوق النار، وغادي مادام هي سخونه غادي نزيد عليها معلقه ما عمرش مزيان ديال الزبده، كتعطي واحد اللذه في هذا الصوص هذه ديال الشيكولا، وكتعطيها واحد اللمعان لهذا الصوص هذه. صافي وغادي نبقى نخلطها مزيان مزيان مادام لاصوص عندي حاميه باش تذوب لي ديك الزبده، نخلط مزيان حتى كنشوف ديك الزبده دابت كامله. صافي غادي نخرج الكيكه ديالي من الفران. كما كتشوفوا غادي تشوفوا كي جات اللون ديالها جا محمر مذهب، وكتجي رطبه رطبه بزاف وخفيفه،
كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هادي، وراها ساهله ما فيهاش كثره المكونات. صافي غادي نسرح صوص الشيكولا ديالي كامل مع الجناب، وغادي نسرحها متساويه. صافي غادي ندوب واحد شويه ديال الشيكولا البيضاء، غادي تشوفوا غادي ندير بها هكا خطوط من الفوق. صافي غادي نجيب واحد العود هكا ديال الشوا، وغادي نبقى نخالف فيها الخطوط ديالها باش تجيني على شكل رخامه. وصافي وغادي نرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه بحجم عائلي، كتجي بحال جينواز، كتعجب صراحه الكبير والصغير، وكنتمنى تجربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم. وصلنا الى نهايه الفيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله.